السلام عليكم. لامين يامال او لامين جمال، هاد الاسم داير واحد الحاله كبيره في العالم كامل، ماشي غير في المغرب ولا اسبانيا. دري عنده غير 16 سنه وحمق الناس اللي خاطره في الكره. حنا عارفين انه اختار اسبانيا لان هاد الشيء من الاول باين ليا، لان الام والاب ديالو منفصلين، وبطبيعه الحال الام ديالو ما غاديش تبغي انه يمثل المغرب لانه بالا الطليق ديالها. وثاني حاجه اللي لاحظتها وما لاحظوش بزاف ديال الناس هو الاب ديالو ما ديرش ابوني للجامعه الملكيه لكره القدم، ولكن ديرها الجامعه ديال اسبانيا. وهادشي كيدل على حاجه وحده، هو ان الاب ديالو حتى هو باغي انه يمثل اسبانيا، ولكن الاب ديالو ما غاديش يبغي يبين للمغاربه هادشي. ندوزو لحاجه اخرى، اي لاعب غادي يبغي القيمه السوقيه ديالو انه تكبر، وغادي يبغي بزاف ديال الامتيازات، وغادي يبغي الفرقه حتى هي تحضنه. وهادشي بطبيعه الحال الا وافق لامين يامال انه يمثل المغرب، هادشي كامل غادي تفقد منه، ماشي عاوتاني غادي يتعرض للتهميش ولا شي حاجه، ولكن انه القيمه السوقيه ديالو غادي تنخفض، بزاف ديال الامتيازات غادي تحيدوا ليه، وبزاف ديال الحوايج ما غاديش يبقاو عنده. وحاجه اخرى خاصكم تعرفوها، راه واخا لامين يامال انه يمثل اسبانيا قادر انه يمثل حتى المغرب، خاصو غير ما يلعبش 3 الماتشات اللي رسميه، ولكن الا لعب 3 المرات مع المنتخب اسبانيا فراه هنا غادي نقدروا نقولوا بان لامين يامال مشى، ولكن ماشي بصفه نهائيه، يقدر عاوتاني انه يمثل المغرب. غتقولوا لي كيفاش؟ وهاد الحاله ستكون غير الا ما تمش المنادى عليه 3 سنين، يعني المنتخب ديال اسبانيا ما غاديش يعيطوا ليه واحد 3 سنين ولا شي حاجه يقدر انه يرجع للمغرب. وحنا عارفين بان هاد الشيء راه ما يمكنش، لان لامين يامال راه ماشي شي لاعب اللي عادي، وانما الانسان راه موهوب. وانتم راكم عارفين كاين الفرق بين ان واحد اللاعب اللي طور المهاره ديالو باش انه يولي يلعب مزيان، والفرق بين الاخر لانه موهوب. بزاف ديال الناس غادي يقولوا علاش هو مثل اسبانيا وعلاش ما بغاش المغرب اللي بلادو وكذا وكذا. غادي نجاوبك بجواب واحد، المغرب شنو عطاه؟ الاب ديالو راه مشى في قوارب الموت، غامر بحياته باش انه يبدل المعيشه ديالو. اسبانيا رعاته له هو للاب ديالو، واسبانيا راه كتقدر الناس، راه ماشي كتهمشهم ولا شي حاجه. المهم الاخوان هادشي اللي كاين في هاد الفيديو، يعني الانسان ما يبقاش يهضر بزاف. كنبغيو الوطن ديالنا وكنحبوه، ولكن الوطن ديالنا واش كيحبنا؟ لا. وانتم كاملين نزلوا التعاليق وعطيونا الراي ديالكم في هادشي اللي قلت. وبالنسبه للناس اللي باغي تزيد لي صابوني في تيك توك ولا الانستا ولا الفيسبوك، او باغي تشحن شي لعبه، او باغي تبيع شي تيك توك ولا شي صفحه في الفيسبوك ولا الانستا ولا اي حاجه، او انت باغي تشريهم، او باغي تشري شي كونت ديال فري فاير ولا ديال بيس ولا شي حاجه، فمرحبا بك. ما عليك الا تواصل معايا عبر هذا الرقم اللي كيبان لكم دابا في الشاشه. وبالنسبه للخلاص راه ساهل بزاف، راه تقدروا تخلصني بروشارجات اورانج او السياج. المهم مرحبا بكم.